السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم كذلك كيف ما شفتوا في الصورة المصغرة وفي العنوان، فهو موضوع ديال التعلق. هذا الموضوع هذا شائك وموضوع يعني كيهم بزاف ديال الناس، سيرتو النساء، سيرتو العنصر النسوي أو الجنس اللطيف كما كنعرفوا حساس جدا، وشي مرة كيتعلق فين كيتفلق. هذا موضوع ديال التعلق من طبيعة الحال. موضوع ديال التعلق هو موضوع كبير صراحة، ولكن خاصنا نستبسطوه. بزاف ديال السيدات كيبان لهم انهم صعيب باش يخرجوا من العلاقة، من بالاحرى من التفكير في العلاقة. شنو هو التعلق؟ التعلق وكأنك معلق، بحال اللي راك ملوي عليك شي حبل، والطرف ديال الحبل الاخر مع الشخص الاخر اللي انت كتفكر فيه، وهو اللي قادر يسيرك ويحركك كيف ما بغى. التعلق هو حد ذاته كاين في الدماغ ديالنا. الا يعني امنتي وصدقتي بانك راك معلق فعلا وما يمكنلكش كاع انك تنسحب، ولا ما يمكنلكش انك تجاوز هذه المحنه، فغتبقى يعني عايش في واحد الاحباط وفي واحد الالم وفي واحد الانتحار. هذاك راه في حد ذاته انتحار، لان تفكيرك كامل ماشي في هذاك الشخص. وخاصنا نعرفوا بان يعني التعلق هو راه بايدينا. يعني ممكن نفك هذاك الحبل اللي في الرقبه ديالي، وممكن انا نتجاوز هذه الخطوه من طبيعه الحال. غنشوفوا الخطوات كيفاش غادي نديروا لهذا الامر هذا. اول حاجه كما عرفنا بان التعلق قلنا راه هو تمسك يعني شديد، هو تمسك اعتمادي، يعني بحال كما شبهنا بانك بحال كتوضع عليك واحد الحبل. التعلق هذا هو ارتباط شديد بالطرف الاخر، دائما عندك اهتمام زايد به، دائما خاصك تقلب عليه، دائما خاصك تعرف اش كيدير، ديما داك الترقب، ديما شنو كيدير، يعني تركيزك كامل كله متجه ليه هو. هذا هو التعلق. وهذا التعلق هو شعور يعني ممرض، يعني كتمرض، يعني كتولي بحال يعني متحكم فيك بهذا المعنى هذا. كتبقى تابع هذاك التفكير ديالك، والنهار كامل كيدوز فقط في تفكير كما كنقولوا ما غادي ينتج لك حتى شي حاجه، بل غادي يضرك في الصحه ديالك من طبيعه الحال، ما غاديش يخليك تحقق اهدافك ولا توصل لحتى شي يعني درجه واحده ما غاديش تخطوها. علاش؟ لانك مركز اهتماماتك كامل على واحد الشخص. هي بالتالي خاصني انت شاد واحد النافذه، واحد الشريجه من تيه، اولا انت واحد الشرجم صغيور، واحد صغيور، وكتطل منه وكتبقى مركز غير عليه، كيبان لك غير هو. سدي داك الشرجم وحلي شراجم كاملين. فالعالم مليء بالجمال، العالم مليء بشي حاجه بالتميز. العالم عامر كله يعني شخصيات زوينه. خاصني نكون هكا. ما كنهضر انا على العلاقات حلال من طبيعه الحال. خاصني نوعي راسي، خاصني نتعرف على ناس، خاصني نفاتح. اما تيسد عليك وكتبقاي تشوفي غير بداك الشويه، تقلبي على داك فلان ولا فلتان حاضيه غير هو، ما غادي تزيدي، ما غادي تطوري، وهو في التالي كيطور وماشي وعايش حياته وانتيا مراقبه من النافذه الصغيره. حلي عليك النوافذ. فهذا هو الرفاه النفسي. الرفاه النفسي هو تكوني كتشوفي جميع النوافذ، ماشي جالسه كتطلي من نافذه وحده. اوكي، بالنسبه عندنا العلاقات يعني متعدده في حياه ديالنا. عندنا علاقات اللي هي عرضيه، وعلاقات اللي هي فرضيه، وعلاقات اللي هي مرضيه. وهاد العلاقات المرضيه هي اللي حنا ما باغينهاش. ومن بينهم العلاقه اللي فيها اللي فيها اللي فيها التعلق هذا. وقلنا العلاقه الغرضيه. العلاقه العرضيه شنو هي؟ هي العلاقه يعني اللي كنتلاقى مع شي شخص في شي مكان ما، مثلا في الطائره، في المطار، في محطه، في شي جرده. هذه عرضيه، تعرضات عليك يعني بالصدفه. وكاينه العلاقه الغرضيه، يعني انا درت هذيك العلاقه لغرض، مثلا علاقه زواج، علاقه شراكه في شي مشروع. يعني هذه كتسمى غرضيه، يعني لغرض الاساس، لشي حاجه اللي صحيحه باغي نبنيها، باغي نديرها. وكاينه علاقه اللي هي فرضيه، يعني علاقه فرضيه يعني تفرضات عليك، مثلا في العمل، مثلا زميل في العمل، زميل في اولا جار ولا هذا، كنسميوها علاقه فرضيه. وللاسف واللي خايب هو العلاقه المرضيه. هذيك العلاقه اللي كتبقى انت جالس ثابت، ما كتستافد منها والو، كتعطي بزاف وما كتاخذ والو. هذيك العلاقه المرضيه
الممارة ديال الممرضة كتمرضك انت وكذلك كتمرض حتى الطرف الاخر، يعني ماشي لصالحكم بجوج. لهذا هاد العلاقه المرض هي اللي كتحول لينا التعلق. علاش؟ لان ما فيهاش واحد التوازن، فيها غير انت وبس، يعني ما كايناش فيها حياتك وفيها حويجاتك وانجازاتك واهتماماتك، بل الشخص كيبقى مركز على واحد الشخص اخر وصافي صافي كيطفى. هي الاساس ديال العلاقه خاصها تكون على شكل اش بمعنى حنا جوج ديال الاطراف وشادين في بعضياتنا، اللي هو داك السهم للوسط، ولكن حنا واقفين ماشي مايلين ماشي معوجين. عكس يعني بعد عكس العلاقه ديال العلاقه ديال حنا مرتبطين ببعضياتنا، ولكن كما كنقولوا مايلين الى واحد انسحب كيطيح الاخر. لا، ولكن اهم حاجه تكون عندكم ديك العلاقه ديال اش، فهنا كيكونوا بجوجهم راه واقفين ثابتين والايديدات راهم شادين بعضياتهم، الا طلق شي واحد ايدو فالاخر راه كيبقى في امان. هذا هو العلاقه نورمالمون خاصها تكون على هذا الشكل هذا. وهذه هي العلاقه اللي كنقولوا بانها راه علاقه صحيه. علاقه صحيه هي اللي خاصها تكون فيها الاخذ والعطاء بتوازن، وكذلك كنفاتح على العالم وكنشوف كذلك من النوافذ الاخرى، وما كنسدش عليا ونبقى شاده الميكروسكوب نبقى نطلع على هذيك الزاويه اللي مرضاني، كنزيد نمرض راسي وكنتعلق به اكثر واكثر اكثر فاكثر. هادشي كامل غير في دماغي. حنا ننسى اوكي سالات العلاقه وبقيت انا كنفكر فيه. علاش؟ الدماغ ديالنا ما كيفهمش شي حاجه اللي جات على غفله وحبسات، وهذا ما كيفهمش هذا الشيء. كيبغي هو دائما يكتشف ويستكشف. واش كيبقى يدير لك هذاك الدماغ؟ يبقى يجيب لك غير السيناريوهات الزوينين، غينسيك هو في الحوايج الخايبه او المشاعر اللي حسيتيهم خايبين. انت لا، بلاك بالمرصاد غادي تشد الورقه والستيلو وتكتب كاع العيوب اللي في هذاك الشخص، وكذلك جميع المواقف اللي انت حسيتي براسك انك مضرور ومجروح كنكتبهم كنسطر عليهم. علاش كنكتبهم؟ باش دماغي كنفيق وكنقول يا سي فلان انت راك غادي بيا الهويه كتفكرني فواحد النهار ديال الورده ولا مسكه ولا هذا. لا، اجي نتفكروا كيفاش كان كيعاملني، اجي نشوفوا كيفاش اهتمامه ليا، اجي نشوفوا كيفاش كيرد عليا، اجي نشوفوا كيفاش كان كيجرحني، اجي نشوفوا كيفاش وكيفاش وكيفاش. اذا هنايا كنوقف وقفه كما كنقولوا وقفه ديال الحرات، ماشي كنبقى جالسه وحاطه ايدي على خدي وكنبقى نبكي ونفكر في اللي فات وكنفكر، والدماغ ديالي كيبقى يجيب لي غير داك المشاعر الزوينه وان حكا راه شخص مثالي، وكتبدا انت تلوم في راسك وكتقول حكا واقيلا العيوب من عندي، اولا كتبدا تراقبوا في السوشيال ميديا اش دار شنو حط، ياك ما دار شي علاقه اخرى، ياك ما صافي دغيا نساني، كيفاش كتب هادي وعلاش كتب هادي وشنو باغي يوصل بهذه الكلمه. هنا كنعيش في عذاب وفواحد الدوامه اللي كبيره بزاف. اذا هنا كندير ستوب لهاد البلبله اللي دايره انا راسي، وكنخدم الورقه والستيلو هي اللي كتنفعني مع هاد التعلق، مع هاد العلاقه الممرضه، مع هاد الاحساس الكارثي اللي كيهدمني انا. اذا الورقه والستيلو باش اننا كنتجاوزوا هاد الخطوات هذه. هنا العلاقه هذه علاقه ممرضه اللي كيكون فيها العطاء الزايد وانا ما كناخذش، والعلاقه الصحيه هي اللي كيكون فيها النفع وكيكون فيها الامان، ومن بعده كيجي الحب، كيجي واحد الاحساس زوين. ولكن ماشي كنسبقوا الحب وعاد نبداو غاديين، لا، كنسبقوا اول حاجه هذيك العلاقه خصها تنفعني. انا تعرفت عليك اسيدي باش تنفعني وباش ننفعك، اوكي مشينا. الامان يعني انا نثيق فيك وتثيق فيا، انا غادي نكون مع شخص اللي خصني نكون مرتاحه 100%، ما نكونش دايره فيه الاحتياطات، ما نكونش دايره احتياطات، ولكن اتونسيون 100% غلط فيها. لا، ما ديروش ثقتكم 100% في حتى شي واحد، حتى شي واحد ولا يجيكم في صفه ملاك، وياكم من التوقع الزايد، هذا خطا ولكن انا صححته معاكم دابا. اوكي، دابا قلنا بالنسبه للعلاقه الصحيه هي اللي خاصو يكون فيها اول حاجه المنفعه، ثاني حاجه خاص يكون فيها الامان، ثالث حاجه خاص يكون فيها المشاعر زوينه. اوكي، الحب كيجي من بعد، نقدروا نسميوه حب، نقدروا نسميوه اعجاب اللي بغينا، ولكن وياكم من التعلق، وياكم من التعلق. من طبيعه الحال ملي كتوقف ديك العلاقه السيده كتمرض كتبكي كتصعب الحياه في وجهها، كيولي يبان لها الحياه مظلمه وما فيهاش امل وما فيهاش ناس، ما فيها. هذا احساس عادي، يعني نطمئنك هذا احساس عادي جدا. علاش؟ حقاش انت سديتي على راسك بقيتي كتشوفي غير من شرجم واحد، هذا الشيء اللي خلاك انه يبان لك غير داك الشخص. لهذا قلنا طلقوا راسكم، والرفاه النفسي خليوه عندكم، يعني نفتحوا على العالم، نفتحوا على الشخصيات، نفتحوا على كيفاش دايرين هاد الشخصيات وهادو. اذا الانسان خاصو يكون منفتح، ما يكونش
في زاويه محدوده او لا محدده. من طبيعه الحال في الفراق ما كاينش هذيك راه قويه دغيا غتجاوزها وهذاك راه ضعيف، راه فقط واحد كيبين واحد ما كيبينش. اي واحد كيتاثر بنهايه اي علاقه، فهذا حاجه عاديه، اي حاجه كتهدم فكيكون فيها واحد التاثر. ولكن الفرق بين واحد كيتاثر وستوب وكيبدا يدير الخطط ديالو ويشوف حياته، وبين واحد كيبقى هو غير يشوف وكيبقى غير كيفكر وواقف في بلاصتو. حنا ما بغيناش نوقفوا من طبيعه الحال بلاصتنا، حنا بغينا نزيدوا للقدام ونستمروا في حياتنا. واهم نقطه نقدر نقول لكم باش تخلصوا من التعلق، حط راسك، شوف راسك في المرايه هكذا، قول واش انا رخيص على راسي، واش انا رخيصه على راسي، قداش انا قيمتي عند راسي، واش عند راسك عندك القيمه. واحد ما كيسولش فيك، واحد معفرك، واحد واخد لك كل شيء، تفكيرك، عطائك، هذا جهدك. كنسول راسي كنقول انا واش انا عزيز عليا راسي ولا شنو، فينا هو راسي في هذا الشيء. قد ما كان عزيز عليك راسك قد ما غادي تخلصي من التعلق بسرعه. قد ما كان راسك يعني هيناه وراسك رخيص 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 عندك، غتبقاي متعلقه وشاده في واحد الحبل اللي ماشي غير غيجرحك، غيدمر لك حياتك كامله، وتكوني ساليتي. فين هما اهدافك؟ فين هي علاقه جديده ان شاء الله؟ فين هي حياتك ولا انتوغاج ديالك، نجاحك؟ فين هما دوك الاحلام اللي كنتي كتحلميها مع داك الشخص؟ حلميها من راسك، ما تسنايش اللي يصفق لك، ما تسنايش اللي يساندك، ما تسنايش اللي يقول لك زيدي قدام. حتى شي واحد ما غادي يساندك، حتى شي واحد ما غادي يبغي لك الخير قد راسك من طبيعه الحال والديك فقط. هذه امني بها وخذيها، يعني كما كنقولوا حال شي كاس ديال الماء، شربيها واستوعبيها. من طبيعه الحال العلاقه ملي كتنتهي فباش اننا نتخلصوا منها كنمشيو خطوه 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 خطوه. كما هي بدات خطوه خطوه خطوه، وشي مره كتبدا ماشي غير خطوه، الواحد كينجرف وكيتحمس بزاف من البدايه كتقول انا شفتو بغيتو لا، اي حاجه كنمشيو بها خطوه خطوه حتى فاش كتسالي العلاقه كنبدا ننهيه خطوه خطوه، كنمشي بالتدريج، ما كنديرش فيها بطله وفي نفس الوقت ما كنكونش انا محطمه وكندير فيها ضعيفه ودور الدور ديال الضحيه دائما ونبقى غير نبكي نخصص. لا، كنوقف مع راسي وكنقول علاقه سالات، هادشي اللي قدر الله وما شاء فعل، وهادشي خير وخير كثير ليا. دائما اعتمدوا كلمه خير، اي حاجه وقعت كما بغات تكون نوعه فيها خير، اي حاجه كما بغات توقع فيها خير، واي حاجه واخا تكون زوينه غتكون عايشه حاسه بالسعاده، فقولي هذا الوقت سوف يمر. كما قالها شي واحد يعني من الصحابه كنظن، المهم ما بغيتش نغلط شكون اللي قالها، ولكن هذا هو المعنى ديالها. الازعاج ديال الكلاب كينبحوا معليش. اوكي، الا سكتوا هي هذيك، ما سكتوش غنقطع الفيديو ونعاود، ماشي نعاود نستمر. اوكي سكتوا الحمد لله. قلنا بان اي وقت حسيتي به زوين فقولي هذا الوقت سيمر، ما تبقايش متيقنه وتقولي واو السعاده غير لحظه تقولي انا هكا غنعيش دائما. ديما توقعي بان راه كاين نهار زوين ونهار خايب، كاين انسان زوين كاين انسان خايب، ودائما توقعاتي واخا يكون الانسان زوين حتى يعيا، دائما خفض التوقعات ديالي. علاش؟ كيبقى بشر، كتبقى ظروف غادي تجاريه، تبقى شوف هو الحياه باش غتصادفوا. اذا هنايا توقعاتي في الناس كتبقى نازله. واهم حاجه مادام كيكون عقلك او قلبك ما متعلقش بالله سبحانه وتعالى، فهو اللي جا كيديك، فالريح اللي جا طارقك معاه انتيا. يعني دائما اولويه، اول حاجه خاصك الله سبحانه وتعالى تكوني واضعه في واحد المرتبه كبيره وتستشري معاه. جا شي حد شافك او لا باغي علاقه معك، من طبيعه الحال كنهضروا هنا على العلاقات الحلال، ولكن بين قوسين راه كاين سيدات يعني داخلين او بنات داخلين في هذه العلاقات اللي محرمه وباغا تخرج منها باش تخلص منها، باش تدخل في اطار مثلا حلال ولا هذا. حنا كنهضروا على كل شيء، حنا كنهضروا بصفه عامه دابا، باش واحد ما يجي يقول لي حكا انت كتشجعي ولا كتزعطري ولا هذا. المهم كاينين تبارك الله ما شاء الله اصحاب الحسنات موجودين. انا كنهضر انا بصفه عامه. على اين مشات لي الفكره اش كنت كنقول والله تمشات هادشي علاش كنبغي نخدم ورقه وستيلو بزاف، وكنبغي النوطي، راه عقلي بدا كيحفى ليا. اوكي،
قلنا يعني باش تخلص من هذاك الاحساس اللي هو خايب بزاف، اللي هو التعلق، اللي هو هذا، خاصها تكون متعلقه بالله سبحانه وتعالى، وخاصها تستشر مع الله سبحانه وتعالى في خطواتها. ماشي شي شخص جا كتدخل كتعطي المشاعر كتعطي كل شيء وكتبقى هي صافي ولات مسكينه كما كنقولوا صافي ودخلت بواحد القوقعه وبقات ساده على راسها. قبل ما ندير خطوات، اي خطوه، اي شخص هكا، فكنستشر مع الله سبحانه وتعالى واش هذا الشخص يستاهلني يا الله، واش هذا الشخص ممكن انني نساير معاه، واش هذا الشخص هذا، وكنبقى ديما انا مع الله في تواصل والله تيسير لي اموري. اما ما كنلحق وندير من راسي ومن تلقاء نفسي وندير فيها بطله ونمشي وهذا، فاكيد غادي نغلط، اكيد غادي نغلط. لهذا خذوا في بالكم بان اي حاجه تعلقتي بها من غير الله سبحانه وتعالى فراه كتعذبي بها. احساس زوين كيجي من بعد، قلنا انا كندير علاقه من اجل النفع، من اجل الامان، من بعد كيجي شعور زوين. سميوه حب، سميوه كما عجبكم. انا ما بقاش كتعجبني هذه الكلمه ديال الحب صراحه. نسميوه الفه، نسميوه لان شي حاجه ولات اسمى من الحب اللي هي الموده. ماشي ولات، هي كاينه، هي الموده والرحمه، الموده والرحمه واللين والحنان. هذا الشيء هو اللي زوين. اما تقولوا لي حب حب ولا عنده واحد هو واحد المرادف ما نقدروش نوصلوا ليه، يعني في مجتمعنا ما غاديش نقدروا نوصلوا لذاك المرادف عن حق. لهذا نقدروا نبدلوا. بالنسبه لي انا ما بقاش كتعجبني كلمه حب ما عرفتش علاش. المهم على اي اعتبروا نتوما سميوه كما بغيتوا. انا يا ريت انا يكون حنان بدل الحب، فهو شي حاجه اللي رائعه، اللي حن فيك اكثر ما بغاك، اكثر ما بغاك. غادي يقول لك الواحد بغيتك، غادي يقول لك ما بغيتكش، المساله عاديه. فديروا بالكم، اللي يقول لك اليوم كان بغيك اولا اليوم انت راك واعر، توقع منه غدا غيقول لك حاجه اخرى. بلا ما تقول يا سيدي انا زوينه ولا كتبغيني ولا انت راه واو، ان غدا راه غتقول لي العكس. داكشي علاش خلينا غير تعامل طبيعي وعادي. اوكي، ما كنهضرش على راسك، كنهضر بصفه عامه عاوتاني. لان النهايه قلنا، لان النهايه كتكون غامضه عند السيدات. مثلا تيجيو كيفصل مع العلاقه فكتبقى مشوشه وكتبقى تسنى وتبقى تفكر وعلاش ودار لي هكا وغدرني وخانني وفعل لي وتركني وانا درت وانا ضحيت وانا كيبدا الدماغ ديالها يجيب لها السيناريوهات، كيبان لها انا هو الشخص المثالي، ناري فقداتو، ناري دات واحده اخرى جدات غدي غير الخلا. لذا عاوتاني بالنسبه للنقطه الثانيه، علاش هاد السيدات ما كيبقاو متعلقين كذلك؟ لان فقدات واحد العاده يوميه، كانت يوميا هي كتهز التليفون وتبقى فينك كي داير صباح النور بخير، هذه فقدات واحد العاده ولات مخربقه مهبيله. كذلك لانها كتجلس وتبقى تذكر بهذوك الذكريات الزوينه. اول حاجه عاوتاني اي حاجه كنقول لكم اول حاجه، نقصد انا باول حاجه زعما اهم حاجه من بين هادشي كلشي مهم. يعني باش انك تخلصي من هذاك التعلق، فكري في الحويجات، ماشي فكري غادي تفادي، تفكري في الحويجات اللي كيذكروك بهذاك الشخص وتخلصي من جميع الذكريات. والا كان هاد العلاقه يعني ما عندك ما ديري بها كما كنقولوا، ما كاينش كاع شي حاجه اللي غتنفعك، فكنبلوكي كلشي. ما كنبقاش انا نراقب، المراقبه حيديها منك. ما كنبقاش خدامه بداك التعقب، شنو دار شنو فعل، واش هادي واش اش كيدير دابا. هذا الشيء خاصنا نحيدوه. هذوك يتسمى يعني هادو هما المنابع. كنحيد هاد المنابع هذا ديال الترقب، منابع ديال انعاش العلاقه. هذا هو الكلمه الصحيحه. منابع انعاش العلاقه كنحيد بابهم كاملين. عاطيني شي كادو، عندي شي ذكر، عندي شي كاس، عندي شي ستيلو، عندي شي حاجه اللي كتفكرني فيه، ما نحيدها بمره. شي امكنه اللي كنت انا كنجلس فيهم نحيدهم. علاش؟ داكشي كيزيد يهيجني ويألمني ويذكرني، وهذا حنا باغيين نديرو ستوب. وكذلك نوصيكم السيدات النساء، شتي الا كانت وحده عندها اهدافها مركزه عليها، عندها هدف في الحياه انها تخدم توصل. دابا بلا ما تقولي لي ما عنديش كيفاش نخرج، غتخدميها من دارك، ما ماشي مشكل انت تصوري الفلوس، وبلا ما تصوري الفلوس وبركه غادي غتحصلي غير على دماغ، غتحصلي على عقليه زوينه، يعني انك غتعرفي كيفاش تهضري وتواصلي مع الناس. غادي انت هضري لنا غير مع راسك، كوني بعدا انسانه مزيانه غير في دارك. ما تبقايش تقلبي على الفلوس ولا على النتيجه، قلبي غير انك اول حاجه غادي غتربحي راسك. غتربحي راسك. ديما نمي دماغك، ديما قراي، ديما هذا، ثق في نفسك. هاد الحويجات غادي يساعدوك بانك ما غاديش كاع توصلي لشي حاجه اللي سميتها التعلق. تعلقي بشي حاجه اللي زوينه، تعلقي بحبل الله سبحانه وتعالى.
اكيد. ومن بعده عملي، خدمي، قراي، استافدي، ديري لغه، ديري نظام حياتك. كل نهار غندير هذه، كل نهار غندير، فين غيبقى لك شي وقت باش تفكري فشي فلان ولا فلتان؟ ايوا اللي يدوز من دماغك بحال شي سحابه ودايزه، ما غتنتبهيش ليه كاع. على اي تعلقتي وتفلقتي وقعتي في هذا الموقف، اذا غندير واحد الهدف قدامي، غادي نغير حياتي، غادي نبدا حياه جديده. ما كايناش شي حاجه اللي مستحيله من طبيعه الحال. صافي سالات العلاقه، دمرت، بكيت، كاع داكشي كلشي درتو، اذا وستوب وباركه. اذا دابا جينا للدق الصحيح، هدف نوضعه في حياتي ونخدم عليه يوميا ونفتح على العالم ونحل النوافذ ونشوف الرفاه النفسي. كوني متاكده غادي تنسيه وغادي تخلصي منه، وما غاديش تبقاي يعني كما كنقولوا متشبته به. راه سبحان الله، راه الحاجه اللي كنتشبتوا بها كتبعد. وديروا في بالكم اي علاقه في البدايه ديالها لا ترضي الله فنهايتها لن ترضيك ابدا. اذا فيما شي علاقه ما ترضيكش، رجعي للبدايات كيف كانوا. فهذه قاعده ما غاديش نختلفوا عليها نهائيا. ديريها في دماغك، اي علاقه كتبدا بلا رضا الله ففي الاخر ما كترضيكش نتيا. صافي سالينا خلاصه القول. وديري في بالك ان راه العلاقه بحال الظل، هذاك الشخص اللي كتبقاي انت تابعاه غادا تابعاه هو كيبعد عليك، انت تابعاه هو مبعد عليك، بحال الظل سبحان الله تعالى. بحال الظل سبحان الله. يعني ملي وانت تابعاه هو كيبعد عليك، والعكس صحيح. يعني خاصك تكوني ديما مبعده، وديما العلاقه يكون فيها واحد هنا وواحد هنا، قلنا بحال الاش، خط اللي الوسط زعما هما اليدين شادين في بعضياتهم. الا شي حد طلق ايدو انا راني واقفه، اما ماشي بيك انت باش انا واقفه، انا راني واقفه بيك لا ماشي بيك، بلا بيك راني كنت واقفه وغنبقى واقفه. اوكي تفاهمنا على هذه النقط. اذا قلنا باش نتخلصوا من التعلق نوضع اهداف لحياتي، وما تنسايش قد ما كانت نفسك عزيزه قد ما غتخلصي من التعلق وقد ما غادي تنسيه. راه كيبقى غير بشر. تفكري لي غير الحوايج السلبيه راه حدث ولا حرج. هذا الشيء اللي كنوصيك عليه اخياتي. وهنا عندي موضوع كذلك، من طبيعه الحال كيصب في نفس الموضوع، فنعطيكم افكار يعني من هنا. قلنا علاش؟ لان النهايه كتبقى غامضه داكشي على السيدات كيبقاو متعلقين، لانها فقدت واحد العاده اللي هي يوميا كترسل الرسائل والتعقب والانتظار، يعني ولات اصبحت جزء من حياتها عوض ما دير اهدافها. كذلك كتذكر اجمل اللحظات اللي دوزاتها وكتنسى يعني كتنسى داكشي الخايب والالم والحزن وداكشي اللي كان عندها. لان قلنا علاش؟ لان القرب والابتعاد كانوا متقلبين. يعني القرب والابتعاد كان كيجي وكيمشي، وكان داكشي مرون، يعني كان لاعب عليها. راه الشخص فاش كيعرفك متعلقه به هو كيعجبو الحال كيزيد، فانتي ديري نفس الحاجه. هو نساك بعدي، نساي هو غيرجع لك. راه شي حاجه اللي كتبعدي عليها بحال الله كترجع. والعلاقه اللي كتكون شديده التعلق فالمده ديالها كتكون قصيره. ديما يكون التوازن حتى يعني في الشعور. قلنا علاش تعذبتي؟ لحقاش ربطتي القيمه ديالك باختياره لك. يعني انت اختاريته، كيبان لك انت هذاك هو الشخص، هذاك هو زعما انت القيمه ديالك غادي تفقدي الا فقدتيه هو. شكون هو بالسلامه اللي غادي تفقدي قيمتك الا عمر بن الخطاب؟ اوكي، لانك قلنا ربطتي القيمه ديالك به هو، بقيتي معذبه. غتقولي قيمته بحال غتوضع كما كنقول اعطوا الناس منازلهم، يعني حطوا الناس في المنزله ديالهم الحقيقيه. ما تبقاوش توهموا راسكم وتقولوا هذاك فلان شي حاجه واو، حتى شي حد ما واو. قلنا باش نتجاوزوا هذه الازمه كنوقف المراقبه ديالي من الاخبار ديالو، ما كنبقاش انا تابعاه، كنبعد المحفزات اللي كامله كترجعني للبدايه. قلنا داك اللي كتنعش لينا العلاقه وكتجددها، اي ذكريات عندي كنحيدهم، وكنكتب واحد القائمه اللي هي صادقه بداك الشيء، الصفات الخايبين كنقادهم مزيان بالاحمر باش كنتفكرهم، لان الدماغ ديالي دائما هو كيبغي غير يقلب على السبب وعلاش وهذا، وكنبدا نحس براسي بانني فقدت شخص اللي واو، هو راه ما واو ما حتى شي حاجه. لهذا كنظن قلت كل شيء، ما كاين لاش نستعنوا بحتى شي فكره اخرى.
فالانسان يعني او الشخص عموما خاصو دائما تكون عنده واحد القيمه، يدير قيمه لراسو، ما تسناش ديك القيمه غادي تنزل عليك من السماء الا ما درتيهاش لراسك. كوني عزيزه النفس، خلي عندك هذاك جنون العظمه. تيقول لك مرض، لا انت خاصك ديك الساعه يكون فيك جنون العظمه باش انك توصلي للمبتغى ديالك، وباش تكوني عظيمه، وباش تكوني كما كنقولوا حتى شي واحد ما يبقى يبان لك هذاك اللي كتيبان لك شي حاجه واو مرضي بجنون العظمه وغادي تنسيه ليا بالمره. وكذلك اهدافك، وقولي غنوصل لهادشي، غادي نوصل لهادشي وغتوصلي، كوني متاكده غادي توصلي. وان شاء الله كنتمنى ان الموضوع يعجبكم. وصراحه هذا راه موضوع شائك وفيه ما يتقال بزاف، ولا بغيت نستعني يعني بزاف ديال الحويجات فهنا ما غنساليوش، فهنا فقط افكار يعني اخذ ورد، ولكن راه اكيد فيها ما يفيد. اكيد سيداتي، بنتي، صاحبتي، عزيزتي، اختي، كلكم ما تبقايش قيمتك تحدديها او تقوقعيها في رجل، ماشي توضعي انت حياتك بين قوسين انا بلا بيه ما نسوى والو. كتسواي كل شيء بلا بيه، بل بلا بيه ضيعتي حياتك، ضيعتي مستقبلك، ضيعتي تفكيرك وانجازاتك. اذا حيدي عليا داك الشريجم الصغيور، هدمي باباه وحلي الشراجم، تلقي العنان، شوفي، انتبهي، عرفي الحياه شنو فيها، سمعي، قراي، فهمي، وعي، عطي قيمه لراسك، عزي راسك مزيان. قلنا مرضي بجنون العظمه باش تبغي راسك بزاف، باش ما يبقى يبان لك حتى شي حد. هذه هي الحقيقه، هذه هي الصراحه. الا ما بغيتيش راسك ديال بصح، فريح اللي جاك يديك وتعلقي بالله سبحانه وتعالى. اي خطوه باغي ديريها واستشري فيها لالا، لان ماشي اي شخص تلقاي معاه راه انسان مزيان ومتخلق وكيخاف الله وغيخاف يعني وغيخاف عليك انت. هو اصلا ما خايفش من الله، عاد غيخاف عليك انت. لذا سيداتي، حيدي من بالك ان كاين شي واحد غنثق فيه 100%. فالثقه ما كايناش، وما تبقايش تثقي، وستوب للثقه. دائما التوقعات ديالي في الشخص هذا راه بشر ممكن يدير كل شيء. هدف موضوع في حياتي ونخدم عليه وغنوصل بعيد. وكذلك قلنا هذا راه هو السلاح ديال التعلق، بغيتي تخلصي منه انتبهي لراسك ولحياتك والاساسيات اللي عندك في الحياه، وخليه هو في الخانه الاخيره والاخر. كان فيه ما يدار فاهلا وسهلا ومرحبا، فما كانش فيه فكيبقى الاخر نقدر ندفعوه بالزربه. وشكرا لكم، شكرا لحسن التتبع. كانت معكم فاطمه زهره خليل، اخصائيه في التوجيه والارشاد النفسي والكوتشينغ، وكذلك كوتش في التجاره الالكترونيه. فكنقول باركه حد هنايا لانني تحمست بزاف، غنبقى نهضر حتى توصل شي ساعتين. الى اللقاء، كنبغيكم بزاف، شكرا لحسن التتبع.